السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الصف الثاني الثانوي حبايب قلبي، على قلبي ادبي وعلمي. زاد علينا السنه دي العلمي، الادبي طبعا يعني اهو معاكم اصحابكم السنه دي العلمي كلهم. طيب طلاب العلم اللي لسه مش عايزين ينزلوا لحد دلوقتي، لسه نايمين في السكه في الطريق. طيب مش هتبقى السنه دي هتنزل معاك السنه دي ان شاء الله على اليوتيوب بامر الله دروس الصف الثاني الثانوي. هنشرح التاريخ الاسلامي بطريقه جميله جدا 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 جدا، هنشرح فيها كل التفاصيل. طيب تعالوا بقى معايا النهارده هنشرح فيه ايه، وتعالوا نتكلم شويه كده عن منهج مع بعض. طبعا المنهج بيتكلم هو كله تاريخ اسلامي. بيتكلم عن ايه تاريخ اسلامي؟ اول درس عندي بيتكلم عن حضاره شبه الجزيره العربيه قبل ظهور مين؟ الاسلام. يعني هنتكلم عن كل احوال شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. الدرس الثاني بيتكلم عن ظهور مين؟ الاسلام. الثالث بيتكلم عن دعائم بناء الدوله الاسلاميه. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عايز يبني دوله اسلاميه فين؟ في يثرب. الرابع بيتكلم عن الاخطار التي واجهت الدوله الاسلاميه فين؟ في المدينه. اما بقى الوحده الثانيه لفتوحات مين؟ الاسلاميه وانتشار الاسلام، اللي هو اول درس الدوله الاسلاميه عقب وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني بيتكلم عن فتوحات اسلاميه في عصر الخلفاء مين؟ الراشدين. الثالث بيتكلم عن فتوحات اسلاميه في عصر الدوله الامويه. والرابع بيتكلم عن في عصر دوله مين؟ العباسيه. طبعا الواحده الثانيه كلها بتتكلم عن فتوحات اسلاميه، يعني جميله جدا ولذيذه جدا، مفيش اي مشكله خالص. طيب هنمسك النهارده اول درس معايا اسمه احوال شبه الجزيره العربيه قبل ظهور مين؟ الاسلام. طبعا يعني الكتاب الحمد لله قدرنا نخلص فيه ونظبط فيه الخرايط عشان تكون واضحه معاكم وتكون باينه ليكم عشان ايه تعرفوا تذاكروا فيه. الكتاب فيه كل اسئله، كل الشرح، الدنيا لذيذه معاك، لازم تمشي معايا في كتابي عشان ايه تكون معايا. طيب تعالوا نمسك اول درس عندنا. اول حاجه اسمها احوال شبه الجزيره العربيه. طبعا نتكلم عن الممالك ومدن شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. وتعالوا نتكلم شويه عن بعض عن احوال شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام، من قبل ما يظهر فيها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت شبه الجزيره العربيه ايه؟ قلنا جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضاره قبل ظهور الاسلام، يعني كونت فيها حضارات واتكونت فيها عده ممالك واتكونت فيها عده ايه؟ مدن. في الحضاره دي ايه اللي حصل بقى؟ شهد استقرارا بشريا منذ الاف مين؟ يعني بيقول لك ان العرب استقروا منذ الاف مين؟ السنين، وكونوا امه عربيه يرجع الاصل لمين؟ الى مين؟ سام ابن نوح. اسمه ايه يا شباب؟ اسمه سام ابن نوح، من سيدنا مين؟ نوح. يبقى الاصل احنا عرفنا كده ان شبه الجزيره العربيه، قلنا العرب قعدوا في شبه الجزيره مين؟ العربيه، والاصل بتاعهم قعدوا منذ الاف مين؟ السنين، يعني استقروا كلهم في شبه الجزيره العربيه واستقروا وكونوا امه ساميه. اصل العرب من مين؟ من سام ابن نوح ابن سيدنا مين؟ نوح. وكونوا العرب قعدوا وكونوا عده ايه؟ بيقول لك بيكونوا عده ممالك في الشمال وفي الجنوب، وكونوا ايه؟ مدن فين؟ في الغرب. يبقى كونوا ايه يا شباب؟ ممالك، مدن، حضارات. يبقى كونت ايه يا جماعه؟ كونت ايه؟ كونت على ارضها عده حضارات معتمده، اعتمدوا على استثمار مواردهم والتواصل مع الحضارات. فكونوا عندنا العرب كونوا ايه في شبه الجزيره العربيه؟ ممالك، مدن، حضارات. ممالك، مدن، مين؟ حضارات. يبقى احنا عرفنا كده. نقول تاني، يبقى شبه الجزيره العربيه قلنا جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضاره مين؟ الاسلاميه قبل ظهور مين يا جماعه؟ الاسلام. قلنا العرب استقروا في شبه الجزيره العربيه وكونوا ايه؟ قلنا امه ساميه. العرب عاشوا منذ الاف السنين، يرجع الاصل بتاعهم الى مين؟ سام ابن سيدنا نوح. سام ابن سيدنا مين؟ نوح. فقامت على ارضها عده حضارات اعتمدوا على مين؟ استثمار مواردهم والتواصل مع مين؟ الحضارات. طيب تعالوا بقى نتكلم ايه الممالك اللي ظهرت عندنا. طيب تمام. طيب تعالوا بقى نعرف كده ايه الممالك اللي ظهرت. يبقى انت عندك كده، يبقى في شبه الجزيره العربيه قلنا ظهرت عده ايه؟ ممالك. ظهرت في الجنوب، ظهرت في الشمال عند العراق،
وعند هنا بلاد مين؟ بلاد الشام. وعند هنا مين؟ اليمن. يبقى ايه تاني؟ يبقى احنا نقول تاني كده. ايه هي الحاجات اللي ظهرت عندنا؟ ظهرت عدة ممالك. يبقى عندنا في شبه العربي ظهرت ايه؟ ممالك، مدن، حضارات. يبقى نقول تاني كده ظهرت منه مين؟ ها؟ ممالك، مدن، حضارات. عندي ممالك ظهرت فين؟ في اليمن، في الجنوب. في ممالك ظهرت فين؟ في بلاد الشام فوق. يبقى الممالك ظهرت فين وفين؟ الجنوب والشمال، الجنوب والشمال. اما عدة الحضارات مثل حضارة مين؟ حضارة مين ومين؟ قوم عاد وقوم مين؟ ثمود. انا بقول لك اصلا حضارات عامة، اصلا الحضارات اللي ظهرت ايه؟ يبقى ظهرت عدة ممالك وعدة ايه؟ حضارات. طيب عندنا بقى الممالك اللي ظهرت في الجنوب مثل مملكة مين ومين؟ كذا حاجة عندنا، معين، سبأ، حامير. مين ومين ومين بقى؟ معين، سبأ، حامير. ها؟ معين، سبأ، حامير. أما في بلاد الشام مين ومين بقى؟ الغاسسنة والأنباط والتدمر. الغاسسنة والأنباط والتدمر. طب تعالوا بصوا معايا كده على خريطة معايا. بصوا معايا في الخرايط اهي. انا عندي في اليمن مين الممالك ظهرت في اليمن في الجنوب؟ 3. مين ومين ومين؟ معين، سبأ، حمير. ها؟ معين، سبأ، حمير. دي في جهة ايه؟ جهة الجنوب. الجنوب مين يا مس هدي؟ الجنوب الغربي يا حبيبي. يبقى انت عندك في الجنوب الغربي عدة ممالك، مين ومين؟ ها؟ معين، سبأ، حمير. ها؟ معين، سبأ، حمير. حلو كلام. طيب عندي في الشمال اللي عند بلاد مين؟ الشام. تدمر والغاسسنا والأنباط. تدمر والغاسسنا والأنباط. أما في العراق هي مين؟ الحيرة. أما في العراق دوت إيه يا شباب؟ الحيرة. وهنشرح بالتفصيل دلوقتي إيه اللي حصل. أما بقى اللي ظهر عندنا في الغرب مين ومين؟ يثرب، مكة والطائف. يثرب، مكة والطائف. دي المدن اللي موجودة فين؟ في الغرب. يبقى المدن اللي موجودة في الغرب مين ومين؟ يثرب، مكة والطائف. يثرب، مكة والطائف. يبقى احنا عرفنا كده شبه جزيرة عربية قلنا كونوا عرب، 10 عرب كونوا ايه؟ ممالك، مدن، حضارات. ممالك، مدن، ايه يا شباب؟ حضارات. قلنا في ممالك ظهرت في الجنوب والشمال، وفي مدن ظهرت فين؟ في الغرب. طيب نمسك حاجة حاجة بقى نتكلم عنها. أول مملكة عندنا مملكة معين يا شباب. احنا قلنا من كام لكام؟ من عام 1800 لحد عام كام؟ 630. هننقص هيطلع معانا قد ايه؟ 670. يبقى تعتبر هي أقدم ايه؟ هي أقدم مملكة. يبقى لو جه قال لك أقدم مملكة هتقول مملكة مين؟ معين. طيب هي مكانها فين بقى؟ في منطقة ايه؟ جوف اليمن. منطقة ايه يا شباب؟ جوف اليمن. عاصمتها مدينة ايه؟ قرناو. يبقى نقول تاني، يبقى هي مكانها فين؟ جوف اليمن. عاصمتها مدينة ايه؟ قرناو. اما المملكة التانية مملكة مين؟ سبأ. من عام كام؟ 800 ناقص 115 هيطلع لي قد ايه مس هدير؟ هيطلع لي عن 685. يبقى دي اسمها ايه؟ يعتبر ايه؟ اطول مملكة في شبه الجزيرة العربية. يبقى في فرق من اطول واقدم. في فرق من اطول ومين واقدم. لو قال لك اقدم معين، اطول سبأ. موقعنا فين بقى يا شباب؟ في جنوب غرب اليمن. جنوب غرب ايه؟ ايه ده جنوب غرب مين؟ اليمن. ماشي؟ عاصمتها هناك كان ايه؟ مئرب. ليه بس مئرب؟ عشان هناك كان في سد اسمه سد ايه يا شباب؟ مئرب. والسد ده بيتميز ان هناك كان فيه بيخزن فيه الميه وبيستخدموه فين؟ في الزراعه. بيستخدموه يا جماعه فين؟ في الزراعه. فالسد ده لما بيستخدموه في الزراعه بقى ايه اللي بيحصل بقى عندنا؟ بيقول لك السد حصل له انهيار. السد انهار، وده كان سبب في هجرة ايه؟ عدد كبيرة جدا في القبائل فين؟ في الأجزاء متفرقة في شبه الجزيرة العربية. في بعضهم هاجروا إلى الشام في الشمال، في بعضهم هاجروا إلى الغرب وكونوا عند مين؟ مدن مثل مدينة ايه؟ يثرب. يبقى في قبائل هاجرت الشمال عند الشام والعراق، وفي قبائل هاجرت إلى الغرب كونوا في مدينة من يثرب. من أشهر الملكة بتاعتهم اسمها ملكة ايه؟ بلقيس، اللي هي ذكرت اسمها فين؟ في القرآن الكريم في سورة مين؟ النمل. يبقى أنا أشهر ملكة اسمها ملكة إيه يا جماعة؟ بلقيس. وده كان هناك بيدين بالمذهب مين عندنا؟ كان هنا كان في نظام اسمه إيه؟ شبه ملكي. كان نظام يا جماعة شبه ملكي عشان الملكة كانت بتمسك، مش نظام مين؟ قبلي. طيب أما ملكة حمير من عام كام؟ من 115 لحد عام كام؟ 525 ميلاديا. ميلاديا هنا معناها ذلك ظهرت إيه؟ ظهور الديانة
المسيحيه. طب يا ميس هدير انت قلتي سبق وحميه كان في يوم ايه؟ الاثنين كان فيهم الديانه مين؟ الياهو دي ما كانش فيه الديانه المسيحيه. يبقى انت عندك اللي ظهرت فيها الديانه المسيحيه مملكه مين؟ حمير، ودي يعتبر احدث مملكه. احدث ايه يا جماعه؟ مملكه. موقعها بقى فين؟ بص معايا كده في الخريطه. موقعها عندنا يا باشا، موقعها عندنا بقى، بص كده معايا، بين حمير، وقع فين؟ بين سبأ وبين البحر المين الاحمر، وهناك كان بيستخدم فيها القوافل مين؟ التجاريه. بين مين وبين مين يا جماعه؟ بين سبأ وبين مين؟ البحر الاحمر. يطلق على البحر الاحمر اسمه ايه؟ بحر القلزم. كانت عاصمتها مدينه ايه؟ ريدان. اسمها مدينه ايه يا جماعه؟ ريدان. يبقى هي عاصمتها اسمها مدينه ايه يا شباب؟ ريدان. يبقى معايا كده، يبقى دي خدوا بالكم، يبقى حمير دي تتميز بايه؟ بوجود فيها نشاط ايه؟ نشاط تجاري. نتيجه ايه؟ موقعها اللي بتقع بين السماء وبين مين؟ البحر ايه؟ الاحمر. حلو الكلام؟ ماشي. نيجي بقى نخش على غرب مدن شبه الجزيره العربيه. مملكه مين؟ مدينه مكه ومدينه ايه؟ يثرب. فين يثرب وفين مكه بقى؟ طبعا يثرب بيقع فين؟ مسجد بتقع في شمال مكه. بتتمتع بايه بقى؟ بص معايا كده. يثرب لو حصناها كده يا جماعه في الخريطه، مكه اهي، وشمال مكه في مدينه ايه؟ يثرب. يثرب بتتميز بانها لها اهميه اقتصاديه في ايه؟ اول حاجه فيها واحه ايه؟ زراعيه. يعني معنى ذلك ان هناك في مياه ايه؟ الابار والعيون. الابار والعيون دي بيستخدموها فين؟ في الزراعه. اتنين، بوجود فيها القوافل التجاريه. يعني ايه؟ يعني بيمر القوافل التجاريه من منين؟ من اليمن الى بلاد مين؟ الشام. لو جينا بصينا كده على الخريطه اهو نقللها، ان عندك القوافل التجاريه بتعدي من بلاد مين؟ الشام، تعدي على مين؟ على يثرب عشان تروح لمين؟ لليمن. يبقى بيمر فيها القوافل مين؟ تجاريه. تاني، يبقى انا عندي يثرب اول حاجه بتتمتع باهميه اقتصاديه. اول حاجه فيها واحه زراعيه. اتنين، فيها نشاط تجاري. ليه؟ لوقوعها على الطريق القوافل التجاريه بين مكه واليمن ويثرب. انت عندك اصلا قوافل دي هنا اليمن، وانت عندك هنا مكه، وهنا يثرب، وهنا عندنا بلاد مين؟ بلاد الشام. الشام القوافل بتعدي على مين؟ على يثرب، يستريحوا شويه، بعد كده يعدوا على مكه، بعد كده يروحوا على بلاد مين؟ اليمن. يبقى هي بتتمتع بيمر فيها مين؟ القوافل التجاريه. طيب يا ميس هدير، ايه اشهر قبيله بتعدي في يثرب؟ من اشهر قبائل اسمهم قبيله مين؟ الاوس والخزرج، الذين هاجروا بعد يثرب مين؟ مئرب. مش معنى يا ميس يثرب هاجروا، عشان انت عندك اصلا الاوس والخزرج هناك كانوا بيشتغلوا بالنشاط مين؟ الزراعي اللي عند سد مئرب. فهم هاجروا في مكان بيتمتع بمكانه زراعيه اللي هي خاصه مدينه مين يا جماعه؟ مدينه يثرب. طب ليه ما هاجروش مكه؟ عشان مكه فيها نشاط تجاري، ما فيش زراعه. معايا؟ يبقى يثرب فيها واحه زراعيه، فيها نشاط مين؟ تجاري، اللي القوافل التجاريه. من اشهر قبائل مين؟ الاوس والخزرج. طيب نيجي نخش على مدينه مكه. دي من اشهر مدن حمص، ولها اهميه اقتصاديه دينيه ولها اهميه دينيه. يبقى انت عندك مكه بتتمتع كذا اهميه اقتصاديه ودينيه. اول حاجه اقتصاديه، موقعها الجغرافي اللي بيقولوا على القوافل التجاريه. اتنين، بص معايا كده في الخريطه. اول حاجه موقعها الجغرافي اللي بيمر عليها القوافل مين؟ التجاريه. القوافل التجاريه بتيجي من بلاد مين؟ الشام، تعدي على مين؟ على يثرب، تعدي على مين؟ مكه، بعد كده تعدي على مين؟ تروح لليمن. مكه بتقوم برحلتين، رحله مين ومين؟ الشتاء والصيف، من اليمن بلاد الشام. يبقى نقول تاني، موقعها الجغرافي المتوقع بين مين؟ بلاد مين؟ الشام واليمن. اتنين، تقوم بتنظيم رحلتين، الشتاء والشام والصيف. تلاتة، تقوم بايه كمان؟ بيمر فيها القوافل التجاريه. يبقى رقم واحد، موقعها الجغرافي متميز عن طريق القوافل التجاريه بين الشام واليمن. تنظيم الرحلات التجاريه مثل رحله الشتاء والصيف. من اشهر شهرة ايه؟ شهرة مكه السوق التجاريه، يعني تتمتع فيها السوق التجاريه مثل سوق ايه؟ المجاز ومنى. طب اهميه دينيه، ان هناك فيها مين؟ الكعبه، الكعبه بيت الله الحرام. من اشهر قبائل عندنا قبيله مين يا جماعه؟ قريش. طيب
يبقى احنا قلنا عندنا الشام عندي كم مملكه؟ 3 ها، تدمر والغاسسنه والانباط. تمام. اما عندي في الغرب مدن في الغرب مثل مين؟ ها، يثرب مكه والطائف. يثرب مكه والطائف. اما في اليمن عندي كم مملكه؟ 3. مين ومين؟ معين، سبأ، حاميه. وعندي في العراق مملكه مين؟ الحيره. دي اسمها ايه بقى كده؟ دي الممالك والمدن والحضارات. حلو الكلام؟ تمام. يلا نعمل مقارنه بين مع بعض. ماشي؟ يلا يا باشا، يلا يا عمي، تعالوا بقى نعمل مقارنه بين مكه وبين مين؟ يثرب. احنا قلنا مكه لها كم اهميه؟ 2 اهميه ها دينيه واهميه اقتصاديه. حلو الكلام؟ اما يثرب لا اهميه ايه؟ اقتصاديه. وهنعرف هنا في تشابه. اهميه دينيه قلنا عشان فيها مين؟ الكعبه، فيها بيت الحرام. تمام. طيب اهميه عندنا اقتصادات مكه، اول حاجه موقعها الجغرافي. موقعها مين يا جماعه؟ موقعها الجغرافي. 2 بتقوم بكام رحله؟ 2 رحلتين. مين؟ رحلات تجاريه اللي هي رحله مين ومين؟ الشتاء والصيف. الشتاء ومين يا جماعه؟ والصيف. يبقى انت عندك الشتاء والصيف رحلات تجاريه. تمام. قلنا كمان بتتمتع بيها ايه؟ وجود الاسواق. وجود الاسواق. اما الاهميه الاقتصاديه بتاعت يثرب بقى فيها ايه؟ واحه زراعيه. ها، فيها واحه مين؟ زراعيه. طبعا دي مختلفه عن مكه. اما هنا بقى يا مس هدير، هنا في التشابه بين مين ومين؟ بين مكه ويثرب في الاهميه. مين؟ الاقتصاديه. ان الاثنين فيهم قوافل تجاريه بين بلاد مين ومين؟ بلاد الشام واليمن. بلاد الشام واليمن. لما يكونوا رايحين من الشام رايحين على اليمن بيعدوا على مين؟ يثرب ومكه. يثرب ومكه بيعدوا بيمشوا من اليمن يروحوا على بلاد مين؟ الشام. بيعدوا على مكه يعدوا على مين؟ يثرب. يبقى هنا في ايه؟ تشابه. طيب مين اشهر قبيله عندنا هنا؟ ركز معايا بقى كده. من اشهر قبائل اللي سكنت هنا اسمها قبيله مين؟ الاوس والخزرج. الخزرج مين يا جماعه؟ والخزرج. اما من اشهر قبيله عندنا اسمها قبيله مين؟ قبيله قريش. يبقى انت عرفت الفرق. دي اهميه دينيه ولا اهميه اقتصاديه. حلو الكلام؟ ده كده اتكلمنا عن مين ومين يا باشا؟ اتكلمنا عن يثرب واتكلمنا عن ايه؟ عن مكه. نيجي بقى نخش على المملكتين التانيين اللي هي بقى مين يا ميس هدير؟ اللي هي الممالك اللي ظهرت في الشمال. الممالك اللي ظهرت في الشمال بقى يا جماعه مختلفه خالص عن الممالك اللي ظهرت فين؟ في الجنوب والشرق. طيب بصوا معايا بقى في اللي جاي يا باشا. الممالك اللي ظهرت في الشمال طبعا احنا عارفين قامت على اطراف الصحراء العربيه الشماليه ممالك ايه؟ عربيه. حلو الكلام؟ وكانت هذه الممالك حد فاصل بين العرب وبين دولتين من الفرس والروم. عندي من الممالك اللي ظهرت بقى مين؟ تدمر، الانباط والغساسنه. دي موجوده في بلاد الشام. اما الحيره دي كانت موجوده في بلاد العراق. طيب هنتكلم عن الغساسنه. مملكه الغساسنه يا جماعه قامت من كام؟ من 220 ميلاديا لحد 628 ايه ميلاديا و638. قامت ترجع لقبائل مين؟ الازد. احنا عندنا في قبائل طبعا احنا اتكلمنا قبل كده ان في عند اليمن كان في عند اسمه سد ايه؟ مأرب. سد مأرب ده يا جماعه قلت لكم لما انهار ايه اللي حصل بقى؟ حصل له انهيار. فنتيجه الانهيار بدات الناس تهاجر وتروح على فين؟ هجرت في بعضهم في الشمال وبعضهم هاجروا فين؟ في الغرب. فلما هاجروا راحوا كونوا في الشمال من قبائل اللي هاجرت عندنا في اسمها قبيله مين؟ الازد التي هاجرت من اليمن وراحت على بلاد مين؟ الشام بعد انهيار سد مين؟ مأرب. واستقرت في هنا في باديه اسمها باديه مين؟ باديه الشام اللي هي عند هضبه الجولان كده شويه. كانت عاصمتها واخرها مدينه مين؟ الجابيه في الجولان. يبقى نقول تاني، يبقى عندنا مملكه غسنه اللي كونتها مين؟ هجرت قبيله الازد في سبأ بعد انهيار سد مأرب واستقرت في بلاد الشام. عند فين؟ بادية الشام. كانت عاصمتها مدينة مين؟ الجابية في الجولان. طيب هو بلاد الشام طبعا احنا عارفين من اشهر الملوك عندنا من اشهر ملوكها كان اسمه مين؟ جبل ابن الايهم. جبل ابن ايه؟ الايهم.
طيب واحنا عارفين اصلا بلاد الشام دي كانت تابعه لمين يا جماعه؟ تابعه لدوله مين؟ الروم. ومن اشهر عندنا قلت لكم اشهر ملوك اسمه مين؟ جبله ابن الهيم. جت عندنا جبله ابن الهيم كان بيسند مين؟ طبعا المسلمين يا جماعه بدأوا عايزين يفتحوا الدول اللي ايه؟ لما بدأ بقى هنا الاسلام يظهر من طب بيقول لك هنا ايه؟ ميلاديا يعني الاسلام بدأ يظهر. وبدأوا الخلفاء يا جماعه الخلفاء الراشدين اللي هم من ضمن ابو بكر الصديق بدأ عايز يفتح بقى الدول اللي موجوده في بلاد الشام. فبدأ بقى يبعت مين؟ يعمل فتوحات اسلاميه لبلاد مين؟ الشام عشان يفتح الدول دي ويظهر فيه مين؟ اسلام. من ضمنهم اصلا اللي بعتهم كان واحد اسمه مين؟ كان قائد بلاد الشام اسمه مين؟ ابو عبيده بن الجراح. بس ابو عبيده حصل له جرح وما قدرش، فمين كمل بعديه؟ خالد بن الوليد. فجبل ابن الايهم لما كان اصلا من اشهر الملوك عندنا في قصصنا، ايه اللي حصل بقى؟ هيساند الروم ولا هيساند المسلمين؟ طبعا ساند الروم. يبقى جبل ابن الايهم ساند مين؟ الروم في مواجهه مين؟ المسلمين. دخلوا مع بعض في معركه اسمها معركه مين؟ اليرموك. المعركه دي كانت عام كام؟ 15 هجريا بين الروم وبين المسلمين. طبعا خالد بن الوليد لما دخل هذه المعركه كسبهم. كان الروم بيطلقوا على اصلا على المسلمين خالد بن الوليد اسمه مين؟ جنرال الحرب. يعني الحرب بتاعها اصلا المعركه دي انتهت عام كام؟ 13 هجريا. سوري انا اسفه، كانت عام المعركه دي كانت عام كام؟ 13 هجريا. انتهت بانتصار مين؟ المسلمين. وكده اصبحت الغساسنه بقت تبع ايه؟ دوله ايه؟ اسلاميه. يبقى مملكه الغساسنه انتهت امتى؟ بعد معركه مين يا شباب؟ اليرموك. اما اصلا قبل ما الاسلام يخش عليها كانت تابعه لدوله مين؟ المين؟ الروم. ومن اشهر ملوك اسمه مين؟ جبل ابن الايهم. جبل ابن ايه يا جماعه؟ الايهم. طيب نيجي بعد كده مملكه مين؟ الحيره. الحيره دي نشأت امتى بقى يا مسامير؟ نشأت في القرن الثالث ميلادي نتيجه ايه؟ هجره القبائل اليمنيه برضو اليها. ازاي؟ بنت احنا قلنا في ناس هجرت الى بلاد العراق حلقه وكونوا مملكه اسمها مملكه مين؟ الحيره. الحيره دي كانت تابعه دوله مين يا جماعه؟ دوله الفرس. اللي هي دوله مين؟ الفرس الساسانيه. الساسانيه الفارسيه. يبقى الحيره انت عندك كده تاني، يبقى بلاد الشام كانت تابعه لدوله مين؟ الروم. والعراق كانت تابعه لدوله مين؟ الفرس. قلنا عندنا اسمها مين؟ الغساسنه. الغساسنه في بلاد الشام تابعه لدوله مين؟ الروم. اما الحيره في العراق تابعه لدوله مين؟ الفرس. يبقى الاثنين كده يا شباب في اختلاف ما بينهم. مفيش اختلاف طبعا، في اختلاف في الولاء مين؟ في الولاء السياسي. في الولاء يا جماعه السياسي. طب الحيره دي اتكونت فين؟ عند جنوب الكوفه حاليا، اللي هي عند غرب نهر الفرات. عند غرب نهر ايه يا جماعه؟ الفرات. من اشهر المملكه عندنا، سوري انا اسفه انا معلش يا جماعه كملوا معايا. النعمان ابن الموز كان عام 582 لحد 609 ميلادي. قلنا الدوله دي كانت بتساندها مين؟ قلت لكم الحيره كانت تابعه دوله مين؟ الفرس. وبتساندهم في حرب الروم. ما انت عندك هنا الفرس وهنا الروم. معايا؟ انت عندك بص كده معايا. بص يا شباب دلوقتي احنا عارفين هنا دي بلاد مين؟ الشام. واحنا عندنا هنا في مملكه اسمها مملكه مين؟ الغساسنه. كانت تابعه دوله مين؟ قلنا الروم. وعندي هنا العراق. طبعا دي كلها ممالك هجرت منين؟ كلها ممالك هجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب. يبقى السبب انهيار سد مين؟ مأرب. ادت الى هجره القبائل اليمنيه الى بلاد الشام وفي الغرب. قلنا لما راحوا عند العراق كونوا مملكه اسمها مملكه مين؟ الحيره. ولما هاجروا بلاد الشام كونوا مملكه اسمها مملكه مين؟ الغساسنه. قلنا الغساسنه تابعه لدوله مين؟ الروم. والحيره تابعه لدوله مين؟ الفرس. طيب الاثنين دول مع بعض لما بيخشوا في حرب هيقفوا مع بعض؟ بالعكس، هي الفرس الحيره هتقف مع مين؟ الحيره هتقف مع الفرس. والغساسنه هتقف مع مين؟ الغساسنه هتقف مع مين؟ الروم. يبقى هما لو دخلوا في حرب هيحاربوا مش هيحاربوا بعض؟ هيحاربوا بعض. يبقى هنا في اختلاف في ايه؟ الولاء السياسي. يبقى هنا اختلاف في ولاء ايه يا جماعه؟ السياسي.
يعني دي هتحارب دي. بس هنا في التشابه. ايه التشابه ما بينهم هما الاثنين؟ التشابه هما الاثنين هو الاصل ايه؟ الاصل العرقي، ان كلهم مع بعض ايه؟ كلهم قبائل عربيه، كلهم هاجروا منين؟ من اليمن. يبقى هم اختلفوا في الولاء السياسي، دي تابعه لفرس ودي تابعه مين؟ روم. يبقى لو دخلوا مع بعض ايه اللي لو دخلوا مع بعض في الحرب هيقفوا مع بعض؟ لا، هيقفوا ضد بعض. اما هم تشابهوا فين؟ في الاصل العرقي، انه كلهم عرب. كلهم ايه يا جماعه؟ عرب. كلهم هاجروا منين؟ من اليمن. حلو الكلام. طيب بعد كده احنا عرفنا بقى كده ان هنا عندنا كان اسمه مين؟ قائد هنا بتاعهم كان اسمه مين؟ النعمان ابن منذر. وعندي هنا قائد بتاع اسمه مين؟ جبله ابن الايهم. طيب لما هنا النعمان وهنا جبل ابن الايهم، ايه اللي حصل بقى عندنا يا شباب؟ لما دخلوا في عندنا برضو قلت لكم بدا الاسلام ايه؟ يخش ويفتح الدول. قلنا هنا فتحوا بلاد مين؟ الشام. وعرفنا ان قصصنا انتهت بعد فتح مين؟ بعد فتح مين؟ المسلمين بلاد الشام. وهنا عرفنا برضو العراق، برضو المسلمين دخلوا على بلاد مين؟ العراق، وحاربوا مين؟ الفرس. فلما حاربوا الفرس يا جماعه المسلمين كسبهم، وانتهت مملكه مين؟ الحيره بعد دخول الاسلام. يبقى عندنا الممالك دي التاني انتهت امتى؟ بعد دخول مين؟ الاسلام. مملكه الحيره ومملكه مين؟ الغساسنه. اما كان قبل الاسلام دي كانت تابعه للفرس ودي كانت تابعه لمين يا شباب؟ مين؟ الروم. طيب نيجي بعد كده، يبقى عرفنا كده، يبقى احنا عرفنا كده، يبقى دخلوا في حرب، صندوق في الحرب ضد مين؟ الروم. وخلفهم منين؟ من غساسنه. فتم ايه؟ حتى ايه؟ تم ايه؟ فتحهم المسلمين حتى جزء من الدوله الاسلاميه. يبقى الاسلام لما جه دخل عليهم وخلاهم بقت ولايه مين؟ اسلاميه. يبقى انتهت مملكه الحيره والغساسنه بعد دخول مين؟ المسلمين بلاد العراق وبلاد مين؟ الشام. طيب يبقى نيجي بقى نكمل نتكلم عن الحياه السياسيه والحياه الدينيه والاقتصاديه والفكريه. اول حاجه نتكلم عن الحياه السياسيه. النظام بقى السياسي، بصوا معايا كده. النظام السياسي انقسم الى 2 شبه جزيره عربيه. النظام السياسي انقسم الى يا شباب 2 شبه جزيره عربيه. معظم شبه الجزيره العربيه لو جينا رسمنا كده ان معظمه كله نظام ايه؟ قبلي. نظام ايه يا جماعه؟ قبلي. اما اليمن وبلاد الشام والعراق كان نظام ايه؟ كان نظام شبه ملكي. تاني، يبقى عندنا تاني الحياه السياسيه انقسم النظام قبلي في مناطق الشبه الجزيره العربيه، يعني معظم الشبه الجزيره العربيه. اما الشبه الملكي فين؟ قلت لكم فين؟ شمال وجنوب. شمال عند مين ومين؟ العراق والشام. اما الجنوب عند بلاد مين؟ دوله مين؟ اليمن. عشان كان النظام ايه يا جماعه؟ نسالهم شويه اهو. خلاص؟ طيب يبقى نظام القبلي كان نظام مين السائد في معظم شبه الجزيره العربيه؟ يقوم ان القبيله هي وحده النظام السياسي، بتحط الدستور، تعرف العرف والتقاليد، يربط افرادها رابط الدم والايه؟ والنسب، يلتزم الفرد بتأييد ايه؟ مصالحهم والعمل من اجلها. طب عندنا بقى مين اللي ماسك اصلا القبيله؟ اللي ماسك القبيله كلها اسمه ايه؟ شيخ القبيله. شيخ ايه؟ القبيله. بيعمل ايه مهمته؟ اول حاجه يقود المعارك. يقود المعارك، يستقبل الوفود، يعقد معاهدات، يفصل في النزاعات. يبقى كده يا مس هدير شيخ القبيله عارف الفصل من السلطات؟ لا، لم يعرف الفصل من السلطات. ليه؟ لانه كان بيتمتع كام سلطه؟ اول حاجه سلطه يقود المعارك ويستقبل الوفود، دي كده يستقبل الوفود اسمها سلطه ايه؟ تنفيذيه. يقود المعارك دي اسمها سلطه ايه؟ عسكريه. يعقد المعاهدات سلطه تنفيذيه. يفصل في منازعات سلطه قضائيه. يبقى كده شيخ القبيله بيجمع في يده كل السلطات، لم يفصل بين مين يا جماعه؟ السلطات. يبقى لو جه قال لك سؤال دلل، يجي يقول لك شيخ القبيله بيفصل بين السلطات، يجي يقول لك لم يفصل بين السلطات. ليه؟ لانه يقود ايه؟ يقود المعارك، يستقبل الوفود، يعقد معاهدات، يفصل فين؟ في منازعات. اما مجلس مين اللي بيساعد بقى شيخ القبيله؟ مجلس القبيله اللي يتكون من مين؟ زعماء وكبار المشايخ. زعماء مين؟ كبار المشايخ اللي هم بيجتمعوا في دار الندوه، بيساعد فين؟ في شؤون القبيله كلها. طيب هم القبائل كلهم
صاروا على وتيره واحده؟ لا، لم يسوروا على وتيره واحده. في بينهم حرب، في بينهم سلام، في بينهم حلف، في بينهم كذا. من اهم الحروب بقى كان بيتخانقوا مع بعض، الحرب عن نزاع عن مين؟ الماء والمراعي. يبقى دي حرب ايه؟ حرب اقتصاديه. الاخذ بالطار دي حرب ايه؟ اجتماعيه. يبقى الحروب يا اما اقتصاديه او ايه؟ اجتماعيه. عندي من اشهر حروب اسمه حرب مين؟ البسوس وحرب في الشهر. كانت امراه ماشيه بناقه، واللي حصل واحد جه من قبيله معينه واعتدى عليها على هذه الناقه. في الحرب دي كانت تسمى اللي كانت ماشيه بالناقه امراه كانت تسمى البسوس. وهي ماشيه حد اعتدى عليها، فجه من القبيله اللي كانت عايشه فيها، جه اعتدى على الشخص اللي ايه اعتدى عليها. فطبعا القبيله دي قامت والقبيله دي قامت حرب بينهم. الحرب دي استمرت كام سنه يا جماعه؟ 40 سنه، طبعا كتير. اما حرب بقى في وزار اللي هي الايه؟ اللي هو الحرب في الاشهر الحرام. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كان بيمنع الحرب في اشهر مين؟ حرب بين القبائل مين؟ العربيه كلها، بين قبائل قريش وبعض القبائل مين؟ العربيه. طيب لحد ما عقدوا حلف اسمه ايه بقى؟ فاقامت كل القبائل العربيه في الحجاز احلاف. من اشهر حلف اسمه حلف مين؟ الفضول. قامت في قبائل ايه؟ مكه ان تكون في يد ايه؟ واحده. تم كله في يد واحده. مع مين؟ المظلوم ضد على الظالم، يقفوا مع المظلوم ضد الظالم، وألا يخذل بعضهم مين؟ البعض. لقد شهد على الحلف. كان مين بقى معدي في الحلف ده؟ كان واحد يدعى اسمه مين؟ محمد. هو كان مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بس هو كان خدوا بالكم لسه ما كانش اسلام ظهر، كان لسه محمد كان عنده 20 سنه. فجه ودخل الحلف ده وشهد على مين؟ الحلف. يبقى الحلف ده بيدل على ايه؟ اول حاجه بيدل على قيمه ايه؟ المساواه بين الناس، بيدل على التعاون، بيدل على العدل بين مين؟ الناس. يبقى الحلف هو يقف مع مظلوم ضد الظالم ولا يخذل ايه؟ بعضهم البعض. طيب يبقى كده اتكلمنا عن نظام مين؟ القبلي. نيجي نقص عن نظام الشبه الملكي. الشبه الملكي يعني الملك هو اللي يمسك. قلنا كان نظام الشبه الملكي كان موجود في الحضر في الشمال وجنوب شبه الجزيره العربيه. للشمال اللي عند بلاد الشام والعراق، وكانوا متاثرين بالنظام السياسي اللي هناك. الجنوب اللي هي عند دوله مين؟ اليمن. كان نظام وراثي، وهم كانوا متاثرين ببعض الممالك بالنظام مين؟ السياسي للفرس والروم. يبقى هنا كان في تشابه بين الحيره والغساسنه في النظام السياسي، اللي هما الاثنين كانوا ماشيين على نظام مين؟ شبه الملكي، نظام ملكي. وكان برضو في تشابه في الاصل مين؟ الاصل العرقي. ده اسمه ايه يا جماعه؟ التشابه بين الاثنين. اما الاختلاف كان بيختلفوا في ايه؟ يا شباب؟ الولاء السياسي، السياسه الخارجيه. حلو الكلام؟ طيب حلو الكلام، ماشي. عندي بقى اللي كان ماسك النظام الملكي، شبه الملكي. اول حاجه عندي مين؟ الملك، كبار الموظفين، حكام الاقاليم، مجلس العام، والجيش. اول حاجه الملك اللي هو بيتولى اداره شؤون البلاد وحمايه حدودها وحفظ مين؟ الامن. تاني يبقى قول تاني، الملك مهمته ايه؟ اداره شؤون البلاد وحفظ الامن وحمايه الحدود. تاني، اداره شؤون البلاد، حمايه الحدود وحفظ مين؟ الامن. اما كبار الموظفين مين بيساعدهم؟ الملك في الحكم. يبقى بيساعدهم مين يا جماعه؟ الملك في الحكم واداره شؤون البلاد. يبقى بيساعدهم مين؟ الملك في الحكم واداره شؤون البلاد. حكام الاقاليم هم نواب الملك اللي بيساعد الملك. الملك كان مفوض سلطه لمين؟ لحكام الاقاليم اللي هم يمسكوا اداره مين؟ الاقاليم اللي هي المحافظات حاليا، ويسمع كل منهم اسمه مين؟ كبير. يبقى الملك كان بيفوض مين يمسك حكم الاقاليم؟ اسمه مين؟ حكام الاقاليم. ده بينوب على الملك في اداره مين؟ الاقاليم. يطلق على كل واحد اسمه مين؟ كبير. اما بقى مجلس العام اللي هو بيتابع الملك كان بيتكون من كبار من الاثرياء، الموظفين والكهنه. كبار الاثرياء والموظفين ومين يا شباب؟ وكهنه. ودول يا شباب كان بيتشابه مع مجلس القبيله. خدوا بالك ان مجلس العام كان بيتشابه مع مجلس مين يا جماعه؟ القبيله. اخر حاجه عندي بقى مين؟ الجيش ده كان بيتكون من ايه؟ فرق عسكريه مختلفه الدفاع عن مين؟ المملكه.
يبقى احنا عرفنا كده النظام ماشي بالملكي اللي هو فين؟ الملك، كبار الموظفين، حكام الاقاليم، عندي مجلس العام والجيش. طيب يلا نحل مع بعض كده. يبقى اطول ممالك اليمن في فتره زمنيه معين، سبأ، حمير، حيره. انا قلت لك اطول، ما قلتلكش ايه ابيض. يا مين اطول مملكه؟ مين اللي كانت عندنا 685؟ هنقول مملكه مين؟ طبعا برافو عليكم، سبأ. تمام. تولى الشيخ القبيلي في نظام شؤون القبيله، اقتصاديه، سياسيه، دينيه، اجتماعيه. وكان بيتولى شيخ قبيله. شيخ قبيله يا جماعه اللي هو ماسك قبيله، كان بيتولى شؤون القبيله ايه؟ اقتصاديه، احنا قلنا حاجه اقتصاديه؟ لا. سياسيه، هو كان انت قلت لي كان بيقود المعارك صح؟ ويعقد المعاهدات ويستقبل الوفود ويفصل المنازعات. يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ سياسيه. تمام؟ طيب نيجي بقى نخش على الجزئيه الثانيه. طيب نخش بقى الحياه الدينيه. قلنا الحياه الدينيه بقى يا شباب اللي هم مين بقى؟ بيا العرب. تعالوا بقى نعرف الحياه الدينيه. اول ديانه عندنا طبعا ظهرت عندنا عده ديانات وعده ايه بقى؟ عبادات وضعيه. وفي قليل من الديانات السماويه. عندي ديانات سماويه كام ديانه؟ 3. الديانه الحنفيه، الديانه اليهوديه، والديانه المسيحيه. يبقى عندي كام ديانه سماويه؟ 3. ايه هما؟ حنيفيه، يهوديه، مسيحيه. الحنيفيه اللي هي عباده الله وحده لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم عليه السلام. ودي ظهرت في انهي مدينه يا جماعه؟ خدوا بالكم دي ظهرت في مدينه مكه اللي هي غرب شبه الجزيره مين؟ العربيه. قد عرف اهلها التوحيد وظهرت طائفه منها على الحنفيه حتى ما ظهرت مين؟ الاسلام. في ناس فضلوا فيها لحد ما ظهر مين يا جماعه؟ الاسلام. اما الديانه اليهوديه بقى دين سيدنا مين؟ موسى عليه السلام. وانتشرت في مناطق خاصه فين؟ خيبر، يثرب، حمير في اليمن. فين يا جماعه؟ يبقى موجوده عند يثرب، وانتشرت في حمير عند مين؟ اليمن. يبقى خد بالك هي انتشرت في الغرب وانتشرت فين؟ في الجنوب. يبقى الغرب وايه؟ الغرب والجنوب عشان هنقول تعلم. اما المسيحيه دين سيدنا عيسى عليه السلام، وانتشرت فين؟ عندي العرب في غزاسنا في الشمال الشام، والحيره في العراق. يعني معنى ذلك انت عندك هنا عند بلاد الشام، هنا قلنا الديانه عند غزاسنا كان بيعبدوا الديانه مين؟ المسيحيه. والعراق كان بيعبدوا الديانه عند الحيره كان بيعبدوا الديانه مين برضو؟ المسيحيه. يبقى معنى ذلك ان كده في تشابه بين غزاسنا والحيره في الخصائص ايه؟ العقديه اللي هي الديانه، اللي هما الاثنين كانوا بيعبدوا الديانه المسيحيه. يبقى كده يا ميس دي تعالي بقى نطلع نواتج التعلم في غزاسنا وفين يا شباب؟ وفي الحيره. طيب بصوا معايا كده في الورقه دي. يبقى انا عملنا التشابه بين الحيره والغساسنه. انا عندي تشابه في 3 حاجات. اول تشابه عندنا الاصل مين؟ الاصل العرق. حلو الكلام، ماشي. الاصل العرق كده يا جماعه معلش. 2 بيتشابهوا كمان فين؟ في الحياه الديانيه اللي هي الديانه العقيده الدينيه. ايه العقيده الدينيه يا ميس هديد؟ اللي هي الديانه المسيحيه. طيب يبقى اصل عرقي وديانه مسيحيه. ال3 عندنا بيتشبهونا في ايه كمان يا ميس هدير؟ في النظام السياسي، ان الاثنين عندهم ايه؟ نظام ايه؟ شبه ملكي، عشان متاثرين بمين ومين؟ الفرس والروم. طب بيختلفونا في ايه بقى؟ ايه الاختلاف؟ انا عندي الاختلاف يا شباب بقى في كذا حاجه واحده، اللي هم يختلفونا في الولاء مين؟ الولاء السياسي، السياسه الخارجيه. يعني لو جات لك دي او جات لك دي، ولا السياسه السياسه الخارجيه دي كانت تابعه للفرس ودي كانت تابعه لمين؟ للروم. بس كده، هي دي اللي انا عايزاها. دي اسئله نواتج التعلم مهمه جدا 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 جدا. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده نكمل. يبقى عرفنا كده الديانات. طيب نيجي نخش على العبادات الوضعيه. عندنا اول عباده اسمها ايه بقى؟ ميم، خد بقى كده معايا، واو وثنيه صاد صائبه ميم وثنيه ميم ايه؟ مجوسيه. تاني واو وثنيه صاد صائبه ميم مجوسيه. دي اسمها عبادات وضعيه اللي عملها الانسان. عندي واو وثنيه هي عباده الاصنام والاوثان. عباده مين؟ الاصنام والاوثان. وانتشر في بلاد العرب حيث تقصد كل قبيله ايه؟ صنم. مثل عندي بقى خدوا بالكم ان كل قبيله صنم.
طب ليه مش دي مش كل القبائل عملوها سنه واحد؟ عشان بسبب نظامهم مين؟ السياسي. ان كل قبيله لها ايه؟ شيخ يحكمها. يبقى لكل قبيله صنم ليه يا جماعه؟ بسبب النظام مين؟ النظام السياسي بتاعها. ان كل القبائل لها ايه؟ شيخ يحكمها. لا نظام سياسي معين. من اشهر بقى اصنام عبدوها ابل، لعت، عزة، منع. واقاموا لهم معابد وقدموا لهم مين؟ القرابين كمان. دي اسمها اول عباده. طيب نخش على العباده الثانيه اسمها ايه؟ عباده الصائبه. وخدي بالك سوري انا اسفه معلش، ان العباده الوثنيه برضو انتشرت في مدينه مين؟ مكه. يبقى هنا كان في تشابه مع الديانه مين؟ الحنيفيه، ان الاثنين انتشروا في مدينه مكه. حلو الكلام؟ طيب نخش على الصائبه اللي هي عباده النجوم والكواكب. النجوم وايه يا جماعه؟ الكواكب. يبقى انت عندك صائبه عباده النجوم والكواكب. صائبه عباده النجوم والكواكب. انتشرت فين؟ في الركه وحيران في بلاد الشام. انت عندك هنا بلاد الشام اهي. بلاد الشام هنا اهو. هي كانت موجوده عند الركه هنا وحيران هنا. طيب موجوده كمان في اليمن. طب في انهي حته في اليمن يا سدير؟ عند مملكه اسمها مملكه مين؟ سبأ يا باشا. ليه مش معنى مملكه سبأ؟ عشان انت عندك الملكه اللي كانت هناك اسمها ملكه بلقيس، كان بتعبد مين؟ نجم مين؟ الشمس اللي ذكرت بقى عندنا ايه؟ قصه ايه؟ سليمان. عندي بقى مين؟ مجوسيه اللي هي عباده النار. وتقوم على كام اله؟ خدي بالك دي كانت عباده متناقضه خالص. مش عارفه ليه كانت عباده متناقضه، لانها كان في ايه؟ الهين، واحد للخير والتاني لايه؟ للشر. يجي يقول لك عباده متناقضه مش متناقضه مع نفسها، اللي هي عباده مين؟ مجوسيه. ودي انتشرت فين؟ شرق شبه الجزيره العربيه. نقل عن مين؟ افرس. ان هي موجوده في الشرق واخدنا منين؟ من فرس. يبقى اني ديانه لها تواصل مع الفرس هتقول ديانه مين؟ المجوسيه. حلو الكلام؟ يبقى انا عندي كده سوري انا عباده سوري. يبقى عباده ايه؟ وثنيه صائبه مجوسيه. اسمها ايه يا شباب؟ ها؟ وثنيه صائبه مجوسيه. طيب نيجي بعد كده الحياه الاقتصاديه. طيب نيجي نخش بقى على الحياه الاقتصاديه. عندي الحياه الاقتصاديه بقى يا شباب، اول حرفه عندنا اللي كانت منتشره في شبه الجزيره العربيه اسمها حرفه مين؟ الراعي. هي الحرفه السائده في شبه الجزيره ايه؟ العربيه. يعني الموجوده كلها فين؟ شبه الجزيره العربيه. طب ليه؟ ايه السبب؟ مش معنى موجوده في شبه الجزيره العربيه كلها، لاسباب. بسبب طبيعتها ايه؟ طبيعتها الصحراويه. انت عندك كل شبه الجزيره العربيه ايه؟ كلها صحراء. يبقى لو جه قال لك سؤال دل يجي يقول لك حرفه الراعي هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية. ليه؟ هنقول له ليه بقى؟ لأسباب. كم سبب؟ 3 أسباب. أسباب إيه؟ طبيعية، جغرافية، مناخية. أيوة كده، الله على طول. ممكن نجيب لك دي أو دي أو دي. يبقى ليه الحرفة السائدة في حرفة شبه الجزيرة العربية هي حرفة إيه؟ الراعي. الراعي ليه؟ أسباب إيه؟ طبيعية، جغرافية، مناخية. يا لهو عليا، يا لهو عليكي يا خراتي. يبقى الحرفة السائدة حرفة مين؟ الراعي في شبه الجزيرة العربية لطبيعتها الصحراوية لأسباب إيه؟ مناخية، طبيعية، جغرافية. دي الحرفة مين؟ الراعي. طبعا كان بيعبدوا بقى الحيوانات زي إيه بقى؟ قصدي سوري اسفه، كان بيربوا حيوانات زي مين؟ ابل، اغنام، معز. يا حلاوتك. هي ممكن تجي لنا يا ميس هدير، يا ميس هدير هي ممكن تجيلك يا اما صحراويه او طبيعيه او مناخيه جغرافيه. يا حبيبتي انا بديكي كده نواتج التعلم. طيب نيجي بعد كده بقى حرفه الزراعه. اقتصد فين؟ في شبه الجزيره العربيه. وخدي بالك ان الزراعه في شبه الجزيره العربيه كانت ايه؟ قليله، يعني مش كتير، مش زي الراعي. برضو الاسباب ايه؟ هنقول تاني برضو ليه يا باشا؟ يلا يا عم معايا كده، يلا. ها طبيعيه، جغرافيه، مناخيه. الله عليك يا نسابين. يبقى ليه قليله؟ الاسباب ايه بقى يا شباب؟ طبيعيه، جغرافيه، عندي اخر حاجه عندي مين؟ مناخيه. يبقى لو جه قال لك ليه حرفه الزراعه قليله هتقولي ايه؟ اسباب ايه؟ طبيعيه، جغرافيه، مناخيه. يبقى انت عندك الثلاثه دول. اسباب ايه بقى؟ طبيعيه، جغرافيه، مناخيه.
يبقى اقتصرت الزراعة في شبه الجزيرة العربية على الأجزاء إيه؟ الشمالية في بادية الشام، والجنوبية في بلاد اليمن، أما في الوسط عند ياسر لوجود أمطار لوجود أبراهيم. طب أنا مش فاهم ليه بعد إذنك كده؟ ما تفهميني. تعالى كده يا باشا نقول لك مع بعض. بص معايا كده، تعالى يا عمي كده الله يكرمك نرسم الرسمة كده ونحفظ كده مع بعض. هي ليه الزراعة موجودة في بلاد الشام وهنا عند اليمن؟ دي بلاد اليمن اهي، وهنا عند بلاد الشام. انت قلتي لي دلوقتي في زراعة في اليمن وفي زراعة في بلاد الشام، صح ولا لا؟ وقلتي لي ان في زراعة كمان فين؟ في ياسر. طيب نمسك واحدة واحدة كده نتكلم مع بعض. يلا يا باشا، يلا يا باشا. انت عندك بلاد الشام بتطل على ساحل بحر مين؟ ايوه يلا انتوا معايا يلا كده. ساحل البحر المتوسط، الله عليكي. طيب احنا عندنا الاطراف الشمالية فوق بيسقط امطار ايه؟ امطار شتويه. واول ما بيسقط مطر بيطلع لي ايه؟ زراعه. الله، الله عليكي، الله عليكي. سقفوا نفسك والله. يبقى انت عندك كده، يبقى اول حاجه عندك في الاجزاء ايه؟ الاجزاء الشماليه لبلاد الشام في زراعه عشان هناك في امطار ايه؟ امطار شتويه. حلو الكلام. طب عند اليمن انت قلتي لي في زراعه في الجنوب. في زراعه في الجنوب. ليه ما يكونش في زراعه؟ مش هيك في سد. واحنا عارفين السد بتميل ازاي نتيجه وجود ايه؟ امطار صيفيه. امطار صيفيه. يبقى انت عندك الاجزاء الجنوبيه في بلاد اليمن هناك في زراعه لوجود ايه؟ امطار صيفيه. الله ينور عليك. طيب انت قلتي لي برضه يثرب فيها زراعه. طبعا انا قايله لك اصلا ان يثرب بتعتمد على هناك في ايه؟ في اهميه اقتصاديه، صح ولا لا؟ حلو الكلام. انت قلتي لي عند يثرب في ايه؟ واحه. عشان هناك في واحه ايه؟ واحه زراعيه. وهناك الواحه بتعتمد على ميه هناك عذبه اسمها مياه ايه؟ الابار والعيون اللي هي مياه مين؟ الجوفيه. يبقى عرفنا كده الزراعه شمال ووسط ايه؟ جنوب. شمال وغرب وسط وفين؟ وفي الجنوب. حلو الكلام؟ طيب يمس ايه العوامل اللي ساعدت على كم الزراعه؟ اول حاجه عشان هناك في ايه؟ تربه خصبه، ميه عذبه. احنا سايبين مش ميه عذبه، تربه خصبه ميه عذبه. الله ينور عليكي. طيب هي العراق ما فيش زراعه؟ لا فيها زراعه. انت عندك برضو العراق هنا في زراعه عشان هناك في ايه؟ نهرين. نهر ايه وايه؟ دجله والفرات. يبقى يجي يقول لك برضو في زراعه في الشمال الشرقي عشان هناك في ايه؟ مياه مين؟ الانهار اللي هي نهر مين ومين؟ دجله وفرات. عرفنا الزراعه فين يا باشا؟ وانها ايه؟ قليله ولا كتيره؟ قليله. اسباب ايه؟ طبيعيه، جغرافيه، ايه كمان؟ مناخيه. حلو الكلام. نيجي بقى نخش على بعد كده. طيب طبعا احنا عرفنا اهم محاسبه بقى النخيل ومين؟ وخضروات. نخش على الصناعه. برضو الصناعه عندهم كانت ايه؟ محدوده، يعني قليله. دي لقله الموارد ايه؟ الاوليه، الحاجات اللي بيستخدموها. كان اهم حاجه بيستخدموها زي مين؟ سيوف، رمح، واواني وفخور. اما عندك كم صناعي كمان؟ الحلي واداه الزينه. منين؟ من اللؤلؤ. اللؤلؤ ده كان بيجي منين؟ من الصاروخ من الخليج العربي. يعني عند خليج عند مين؟ الشرق. طيب نيجي بقى نخش على التجاره. ركز بقى معايا في اللي جاي عشان ده مهم قوي قوي قوي. تجاره مهمه. التجاره. ازدهرت التجاره في شبه الجزيره العربيه لعده اسباب. ايه اسباب ازدهار التجاره بقى؟ اول حاجه، طب ممكن بقى اقسمها لك كده معايا ملخص كده واكتب ورايا. تعرف معاك ورقه؟ مش معاك ورقه؟ يلا يا واد تفتح ورقتك يلا معايا يلا يا حبيبي. اول سبب يجي يقول لك كده ازدهار التجاره في شبه الجزيره العربيه. اول حاجه ركز معايا كده، رقم واحد موقعها الجغرافي المتوسط. موقعها الجغرافي المتوسط. 2 تمهيد الطرق. تمهيد الطرق. 3 اهتداء بالنجوم. يعني مش فاهم حاجه يا عم، اكتب بس ورا وانت ساكت بقى. يبقى موقعها الجغرافي المتوسط، تمهيد الطرق، اهتداء بالنجوم. 4 شهرة مكة التجارية. يلا نقول بقى كده ازدهار. قلنا ازدهار حركة التجارة
في شبه الجزيرة العربية. ليه إصدار التجارة في شبه الجزيرة العربية؟ أول حاجة رقم واحد، بص معايا كده. ليه إصدار التجارة في شبه الجزيرة العربية؟ أول حاجة موقعها الجغرافي المتميز. موقعها يا شباب الجغرافي المتميز متوسط. 2 تمهيد الطرق. تمهيد مين يا جماعة؟ الطرق. هشرح دلوقتي بالتفصيل. 3 عندنا اهتداء بالنجوم. اهتداء يا جماعة بالنجوم. 4 شهرة مكة التجارية. شهرة مكة مين يا جماعة؟ التجارية. 5 عندنا الأسطول اليمني البحري. 6 عندنا العملات الفارسية والرومانية. يبقى نقول تاني كده. يبقى ليه إصدار حاجة التجارة عندنا يا شباب؟ موقعها الجغرافي المتميز متوسط. تمهيد الطرق، اهتداء بالنجوم، شهرة مكة التجارية وأسطولها البحري والعملات الفارسية والرومانية. طيب امسك واحد واحد يلا كده معايا كده. احنا عندنا برضه في انتوا قلتي تمهيد ايه؟ الطرق. كان بيمهدوا الطرق يا شباب معرفة العرب بدورها. كان عن طريق علم مين؟ كان بيستخدموا علم اسمه علم ايه؟ الهندسة. انا دلوقتي عايزة حد يمهد لي الطريق عشان اعرف اروح واجي ازاي. هروح للمهندس ولا الطبيب؟ هتقولي مهندس. يبقى استخدموا تمهيد الطرق في ايه؟ يبقى استخدموا علم الهندسة في تمهيد ايه يا جماعة؟ الطرق. يبقى هنا ربطوا التجارة بالعلوم. يبقى استخدموا علم الهندسة في ايه يا جماعة؟ في تمهيد الطرق. حلو. معرفة برضه عدد منازل كواكب النجوم. ليه؟ عشان تدبر في البر ولا في البحر. عايز يروح اي طريق، اتجاهات، اي حاجة، يعني اتجاه، تحديد الاتجاهات. كان عايز يحدد اتجاهات الطريق، التجارة، الشرق والغرب، الجنوب والشمال. عايز يروح الشمال، الجنوب، عن طريق استخدام مين؟ علم الكواكب النجوم. ده اسمه علم مين؟ علم الفلك. يبقى ربط الفلك بالتجارة. يبقى يقول لك اصدار نشاط تجارة نتيجة استخدامه علم مين؟ الفلك، اللي هم عن طريق تحديد الاتجاه. كان بيحددوا الاتجاه عن طريق علم مين يا جماعة؟ الفلك في التجارة. حلو الكلام؟ طيب انت قلت لي اول حاجة موقعها الجغرافي متميز. نمسك معاها كده. ان شبه الجزيره العربيه تتمتع بموقع جغرافي متميز. ليه؟ لانها حلقه اتصال بين الشرق والغرب. ازاي؟ تشرف على ايه بقى؟ ركزي معايا كده. ممكن معايا في خريطه كده؟ يلا بص معايا. فين شبه الجزيره العربيه؟ اهي. جميل. نمسح ده كده. يلا. شبه الجزيره العربيه في النص اهي، صح؟ طيب انا عندي الشرق بتاعها، هي بتطل على ساحل البحر ايه ده؟ بص معايا كده في خريطه. بتطل على ساحل البحر الاحمر في الشرق. جميل. طيب عندي هنا في الجنوب في بحر مين؟ البحر العربي. معلش انا اسف. في الجنوب في بحر مين؟ العربي. طيب عندي في الغرب في خليج مين؟ العربي. يبقى انت عندك تاني، يبقى موقع شبه الجزيره العربيه. موقع شبه الجزيره العربيه احنا قلنا عندنا تاني بتقع بين مين وبين مين؟ بتطلع على ساحل البحر مين؟ الاحمر اللي هو بحر قرظم وخليج العرب وبحر العربي، صح ولا ايه؟ حلو الكلام. يبقى هي بتشرف على، لو لاحظت السفن بتيجي تعدي من البحر الاحمر تعدي على البحر العربي، خليج العربي، عشان تروح لفين؟ لاسيا. يبقى هي بتشرف بحر احمر، بحر عربي، خليج عربي. بحر احمر، بحر عربي، خليج ايه؟ العربي. حلو الكلام. ماشي جميل. ليه؟ جعلتها ايه بقى يا مس دير؟ ركزي معايا كده. لها نشاط تجاري واسع مع قاره ايه بقى؟ يبقى كده لها نشاط تجاري مع افريقيا، اسيا، اوروبا، مع فارس، هند، شرق مين؟ اسيا. ازاي؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل. بص كده معايا. اللي بيجي من اوروبا، حلو، بيعدي البحر المتوسط، بحر مين؟ الاحمر. كده عمال تسمع اوروبا، عمال تسمع قاره مين؟ افريقيا، صح؟ يعدي الخليج، عدى البحر العربي، يبقى وصل عند فين؟ الهند في اسيا. يبقى كده كون علاقات مع مين؟ اوروبا، افريقيا، اسيا، عشان نروح للهند. يبقى ده متوسط مش متوسط؟ اهي متوسط. هي بتقع في الوسط بين كل القارات، اسيا، افريقيا، اوروبا. كون علاقات مع الدول. طيب ايه كمان؟ حاجه تانية انت قلتي لي كمان. يبقى اول حاجه عرفنا ليه موقعها متوسط. ليه؟ لانها تشرف على ساحل البحر الاحمر، بحر قزم، والبحر العربي وخليج العرب.
بيتكون علاقات مع قاره مين؟ اوروبا، افريقيا واسيا، في الهند وبلاد فارس. امتلاك اليمن اسطول تجاري. انت عندك اليمن اهي، مش دي اليمن في الجنوب؟ حلو الكلام. اليمن بتساعد في نقل البضائع القادمه اليها من مواني مين؟ الهند والصومال والحبشه الى مواني مين؟ الشام، مصر واوروبا. ازاي؟ حلو. هي السفن اللي بتيجي جايه من اسيا، جايه من الهند، بتعدي على البحر العربي، تعدي جايه من الاسطول، بتعدي على الاسطول ايه؟ اليمني. بتعدي اليمن ده عباره عن ايه؟ ترانزيت، بيقف يستنى شويه عشان يروح يودي على مين؟ الصومال والحبش، الحته دي كده، عشان يعدي على مين؟ مصر، ويعدي على الشام عشان يروح لمين؟ لاوروبا. يبقى اليمن دي عباره اسطول اليمن ده عباره عن ايه؟ ترانزيت. معايا يا شباب؟ طيب شهرة مكة التجارية، احنا عارفين مكة يا جماعة، مكة دي تتمتع بنشاط تجاري بيمر فيها القوافل مين؟ التجارية بين الصيف والشتاء، صح ولا لا؟ حلو كلام. طيب استخدام العرب في منطقة العملة ايه وعملة ايه؟ عندك الدينار، الدرهم، عندك الدينار ايه؟ الدينار البيزنطي ده مين؟ الروم. والدرهم الفارسي منين؟ الفضة من الفارس. طيب يا ميس هدير هم ما كانش عندهم عملة موحدة؟ لا، عشان هم كانوا عبارة عن ايه؟ قبائل، كل قبيلة لها ايه؟ شيخ. يبقى هنا بسبب النظام مين؟ بسبب النظام السياسي كونوا، اخدوا دينار واخدوا مين؟ الدرهم. طب مين اغنى؟ الفرس ولا الروم؟ طبعا الروم. ليه؟ عشان بيستخدموا مين؟ الذهب. تمام كده، بيستخدموا الذهب. ماشي يا شباب معايا؟ طيب حلو الكلام. يبقى كده يا ميس دي العرب كونوا ايه؟ كونوا حاجه اسمها التواصل حضاري مع مين؟ الفرس والروم، عشان اخدوا منهم مين؟ العملات. حلو الكلام. طيب نيجي بعد كده بقى الحياه الفكريه. الحياه بقى الفكريه يا شباب، يقول لك تمتع العرب بالاسلام بممارسه ايه؟ علمي وفكري. علمي وايه يا جماعه؟ وفكري. فيه ايه بقى؟ اول حاجه عندي في علم مين؟ الادب. ان العرب اشتهروا بايه؟ بالشعر والخطابه. احنا عندنا الاسواق ايام زمان، السوق ايام زمان ما كانش لايه؟ للتجاره فقط، لا ده كان في مجال لتنافس مين؟ الشعراء والخطباء. يبقى من اشهر الشعراء عندنا اسمه مين؟ النابغه الزبياني. يبقى الاسواق ايام زمان تمتعت باهميه ايه وايه؟ بيقول لك 2 اهميه، اقتصاديه وثقافيه. اقتصاديه للتجاره والثقافيه للشعراء والخطباء. يبقى انا عندي تاني الاسواق كانت ميدان تنافس مين؟ الشعراء والخطباء. ميدان تنافس مين يا جماعه؟ الشعراء والخطباء. العلوم، ازدهرت بعض العلوم في بلاد العرب، خاصه فين؟ في الشمال. مش معنى الشمال، هو الشمال متقسم لفرس ومين وروم. يبقى هم اخدوا من فرس وروم ايه؟ اخدوا من فرس وروم العلوم. مثل علوم ايه وايه بقى؟ ركزي معايا كده. طب، فلك، انواع، هندسه. مين ومين يا جماعه تاني؟ طب، فلك، انواع، هندسه. تاني يا شباب، ها؟ طب، فلك، انواع، هندسه. الطب عرفوا التداوي من امراض بالاعشاب مين طبيعيه، اللي هم عرفوا الامراض وعرفوا طرق العلاج، كان بيعالجوا نفسهم من الامراض من اعشاب مين؟ الطبيعيه. لحد دلوقتي بنستخدمها اعشاب طبيعيه. من اشهر الاطباء عند اسمه مين؟ الحارس ابن كلدة الثقفي. اسمه يا شباب الحارس ابن كلدة الثقفي، يلقب باسمه مين؟ طبيب العرب. علم الفلك بقى يا جماعه، يبقى احنا عرفت ايه في علم الفلك؟ ان عرفوا مواقع من النجوم والكواكب، عشان كان بيستخدم فين؟ في تحديد الاتجاهات. وده كان بيساعد في مجال مين؟ النشاط ايه يا شباب؟ النشاط التجاري. اما علم الانواع بقى، عارف اوقات ايه؟ هبوط الرياح ونزول الامطار. طبعا هم كانوا عايزين يعرفوا الامطار والرياح عشان يساهموا في الزراعه والتجاره، يساعدوا في الزراعه، يساعدوا في التجاره. يبقى علم الانواع ده كان بيساعد في علم ايه وايه؟ في النشاط ايه والنشاط ايه؟ الزراعه والنشاط مين يا جماعه؟ التجاره. علم الهندسه كان بيستخدم في بناء ايه بقى؟ بناء السدود. والسد ده كان بيخزن فيه الميه، فده هيساعد في مجال نشاط ايه؟ نشاط الزراعه. شق الطرق، عشان يشق الطرق عشان يساعد في التجاره. في الجبال، ربط القرى بالمدن ايه؟ العظمى. يبقى انت عندك علم الهندسه كان بيستخدم في نشاط مين ومين؟ الزراعه والتجاره. نيجي بقى نخش على فنون العماره. انا عندي النحت. تاثر عرف فن النحت بايه؟ بالحضارات المجاوره.
فنحتوا مدينه كان من اشهر مدينه مين؟ الحجر، اللي هي موجوده في دوله مين؟ انباط. فين دوله انباط دي يا شباب؟ بص كده معايا، دوله الانباط دي موجوده عند بلاد مين؟ الشام، هنا مملكه انباط. ونحتوا مدينه اسمها مدينه مين؟ الحجر في دوله انباط. يبقى يجي يقول لك دي انهي جهه؟ دي اسمها جهه مين؟ الشماليه الغربيه. يبقى يجي يقول لك في استخدام فن النحت في انهي جهه؟ الشماليه الغربيه. عندي دير، هي دير ايه بقى؟ دير يبقى خدوا استخدموا من العرب، لان هو استخدموا من حاجات اخرى من دير مين؟ دير ثمود لقوم النبي اللي صالح عليه السلام الذين كانوا ينحتون فين؟ البيوت فين؟ في الشمال. القلاع والحصون بقى كانت تبني حول المدن لحمايتها. قلعة، ومن اشهر القلاع كانت مين؟ القسطاط في دوله مين؟ الغساسنه. يبقى عملوا قلعه هنا في عند بلاد الشام اسمها قلعه مين؟ القسطاط. طبعا كان بيحموا نفسهم من من الاعداء ضد مين يا جماعه؟ ضد الفرس عند مين؟ الحين. عندي المعابد طبعا، معابد وادره، مثل عندنا معبد مين ومعبد مين بقى؟ طبعا احنا عندنا هنا في اليمن قلت لكم هم بيعملوا اسمها ايه؟ اللي هي الصائبه اللي عند بلقيس النجوم والكواكب، فعملوا لها معبد اسمه معبد مين؟ الشمس، اللي هي موجوده في اليمن عند مملكه مين؟ سبع. عندي في العراق عند الحيره عملوا دير هناك اسمه دير ايه؟ دير بنت هند بنت النعمان. والدير ده هناك عملوه عشان كان بيعبدوا الديانه مين؟ المسيحيه. انت عندك انت المسيحيه. عملوا في الغساسنه عنده ايه بقى؟ الكنيسه اسمها كنيسه مين؟ الراصفه في الغساسنه. وهنا الغساسنه دي موجوده في بلاد مين يا جماعه؟ بلاد الشام. ممكن يجيب لك صوره على الكنيسه دي ويقول لك دي موجوده في اي دوله؟ هنقول بلاد مين؟ الشام. القصور كانت تبنى لمين طبعا؟ للامراء والممالوك. واحنا عارفين ان في كذا ايه؟ مملكه. مثل عندنا قصر غمدان في صنعاء، وان دي موجوده في بلاد مين؟ اليمن، عشان هناك كان في شبه ملكي. عندي قصر خوانيك فين؟ في الحيره عشان شبه ملكي. قصر المشتى في الغساسنه عشان برضه شبه ملكي. يبقى هم عملوا القصور ليه؟ للملوك والامراء عشان كانوا عندهم نظام اسمه نظام ايه؟ شبه ايه؟ شبه ملكي. كان نظام ملكي، الملك اللي كان بيمسك، يعني الملك كان قاعد هناك. طيب نيجي نخش على بعد الحاله الاجتماعيه. طبقات المجتمع. انقسم المجتمع العربي الى عده طبقات. حسب ايه؟ قسموها الى طبقات حسب ايه وايه وايه؟ اول حاجه حسب الحاله الاقتصاديه، الحاله الاجتماعيه، الاصل بينتمي اليه. يبقى قسموا الطبقات الى ايه؟ حسب 3 حاجات متقسمين بايه وايه؟ حاله اقتصاديه، حاله اجتماعيه، والاصل الذي ينتمي اليه. فقد ظهر ذلك فين؟ شكل حياتهم وملابسهم ومساكنهم. من حيث ايه بقى؟ حيث سكن اهل البدو الخيم في بيوت بنت منين؟ من التين وجذوع النخل. اهل الحضر كان بيعملوا بيوت منين؟ من حجاره ذات طوابق متعدده. يبقى نقول تاني، يعني احنا عندنا كده العرب قسموا طبقات حسب ايه وايه؟ حاله اقتصاديه، حاله اجتماعيه، والاصل الذي ينتمي اليه. فكونوا عندنا العرب في سكان بدو وفي سكان مين؟ حضر. بدو مين يا شباب؟ حضر. وبالتالي وضح طبقات المجتمع بقى. كم طبقه عندنا؟ 3 طبقات. طبقه عليا، طبقه وسطى، طبقه ايه؟ اللي هي الاخيره الدنيا. يبقى طبقه كام عليا؟ كام يا شباب؟ 3. ايه هما؟ عليا وسطى دنيا. ها؟ عليا وسطى دنيا. العليا اللي هم فيهم الاحرار الاغنياء منين؟ من التجار، كبار التجار اصحاب الاراضي الزراعيه الكبيره والمراعي الواسعه. تاني كبار مين؟ الاغنياء، الاغنياء والتجار واصحاب الملاك الزراعي. كبار الاغنياء، كبار التجار، كبار اصحاب الارض مين؟ زراعيين الملاك. اما الوسطى صغار التجار وصغار ملاك الاراضي الزراعيه محدوده واصحاب الحرف. تاني يبقى صغار مين؟ تجار، صغار املاك الاراضي الزراعيه محدوده، صغار حرف مين؟ صغار اصحاب الحرف. يبقى انت عندك صغار تجار ملاك اصحاب الحرف. اما الدنيا فيهم مين؟ الفقراء والموالي. مين هم الموالي دول يا سدير؟ الموالي الذين دخلوا في الاسلام من غير ايه؟ العرب. يبقى الذين دخلوا في الاسلام من غير ايه يا شباب؟ العرب. طيب قلنا الطبقه الدنيا اللي هي الطبقه بقى اللي غالبيه المجتمع قلنا بتتكون من ايه؟ من الفقراء والموالي والعبيد. الفقراء والموالي والعبيد. الفقراء اما الموالي هم مين؟ اللي هم الذين دخلوا في الاسلام من غير مين؟ العرب. يعني هم اصلا دخلوا في الاسلام بس من غير ايه؟ العرب.
طبعا العبيد هم الطبقه مين بقى الاخير. تمام كده؟ يبقى عرفنا نقسم الطبقات حسب ايه؟ الثلاث حاجات: الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه والاصل الايه؟ العرق او الاصل مين؟ العرق. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده بقى نيجي نخش على العادات والتقاليد. اتسم العرب بتباين عاداتهم، فهي تحمل في طاقتها عديد من عادات. في عندهم عادات ايجابيه وعندهم اخرى مين؟ سلبيه. فقد ترتبط هذه العادات بمعتقدات دينيه خاطئه، مثل مين بقى؟ الايمان بالسحر والتجميم وقدرات القوى الخفيه من الجن على جلب الخير وابعاد مين؟ الشر. العادة السلبية مثل مين؟ شرب الخمر، لعب الميسر، قطع الطرق مين؟ القوافل. العصبية القبلية اللي هي بتاعت القبائل، الأخذ بالطار وهم ياخدوا الطار كل واحد فيهم، وقت مين؟ البنات اللي هم بيقتلوا البنات وهم صغيرين. أما العادات الإيجابية بقى: كرم، الوفاء بالعهد، شجاعة، العفو، رفض مين؟ الذل. آخر حتة عندي بقى في الدرس اللي هو المرأة في العربية في دورهم في المجتمع. كانت للمرأة العربية دور مهم في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة لدورها من مؤسساتها وحفظها. أول حاجة تمتعت المرأة في عندي دور اجتماعي، دور عسكري، دور سياسي، ودور ايه كمان؟ اقتصادي. عندي دور اجتماعي اللي هي عملت بغزل من سوف الغنم ووبر الابل، كان بيشتغل في دور الاجتماعي بتاع الحيوانات. دور عسكري، كانت احيانا تشارك في المعارك، فكانت تضم من الجرحى، تسقي المحاربين، تحميهم يعني، بتعالجهم. طبول الحرب، الحث على القتال، تمسك الطبلة وتقعد تدقها، ده دور عسكري. عندنا دور بقى اقتصادي. طبعا من اشهر السيدات اللي انتشرت في شبه الجزيره العربيه السيده ايه؟ وكانت لما كانت السيده خديجه رضي الله عنها، لما مارست شغل مين؟ مسكت حرفه التجاره. دور سياسي اللي هي مين؟ ملكه اسمها زنوبيا في مملكه تدمر. مش احنا اللي عندنا ظهرت فين؟ في الشمال عند بلاد الشام. وعندي بالكيز ملكه سبق دور سياسي، دي فين؟ في الجنوب. يبقى انت عندك دور سياسي، لعبت المراه دور سياسي في انهي كفه؟ جهه ايه؟ جهه الشمال وجهه مين؟ الجنوب. الشمال والجنوب. الشمال اللي هي عند مين؟ زنوبيا تدمر، والجنوب في مملكه مين؟ سبق بالكيس. طيب كده يعتبر خلصنا الدرس، اول درس عندنا. نستنى بقى الاسئله الفيديو، اسئله الحل ان شاء الله هتلاقوه حصه في فيديو المره الجايه ان شاء الله. ودرس بعديه هنتكلم عن ظهور الاسلام. لو عجبكم الفيديو لايك، سبسكرايب وتعليق. ماشي؟ يلا مع السلامه.